خطر المسكنات. تعال اقول لك، لو ينفع تاخد مسكنات كل يوم، هل فيها خطر على جسمك ولا لا؟ الحقيقه لا. المسكنات مش مجرد حبوب ما فيهاش ضرر، لو استخدمناها كتير ومن غير استشاره الدكتور ممكن تعمل لنا مشاكل كتيره قوي، زي صداع مزمن من كتر استخدامها، قرح في المعده ونزيف داخلي، ضرر في الكلى والكبد خصوصا مع الاستخدام الطويل. كمان بقى في نوعين من المسكنات، في مسكنات بسيطه زي الباراسيتامول او التايلانول، في مسكنات اقوى شويه زي الايبيوبروفين والنابروكسين، ودول ما ينفعش ولا ناخدهم على معده فاضيه ولا على طول. افتكر المسكن مفيد لو اخدنا الجرعه الصح والمده الزمنيه كمان محدوده. لو الجرعه انت بتكررها والوقت طويل محتاج ترجع للدكتور او الصيدلي. انت ممكن تكلمنا هنا في الصيدليه وتقول لنا ايه المسكن اللي انت بتاخده ونقدر ننصحك اذا كنت تكمل ولا توقف. افتكر دايما مش كل المسكنات بتكون علاج، الوجع دايما بيكون تنبيه لحاجه لازم تتعالج. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي دايما عايش على المسكنات. ما تنسوش اكتبوا لنا اسئلتكم في الكومنتات، ممكن تكون موضوع الحلقه اللي جايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الفيديو اللي جاي.